قال ده محمود محمد عبد المقصود. محمود محمد عبد المقصود. علاء خير كلام. لنا حبس مع الشغل والإفطار تقريبا 10,000 جنيه. يبقى تم الحكم بسنة وغرامة 10,000 جنيه على الفنانة منة شلبي. يعني احنا هنتكلم متابعي منصة أبو كبير وميديا في القضية، قضية الفنانة منة شلبي. يعني كانت راجعة من نيويورك، ولكن تمت يعني الامساك بها وهي بحوزتها مواد مخدرة. يعني والنهاردة كانت بتنظر محكمة شمال القاهرة أولى جلسات محاكمة الفنانة منة شلبي بتهمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي. تم الحكم عليها بغرامة 10,000 جنيه وسجن وسنة. كانت قادمة من الخارج، وكانت معها جوهر الحشيش التي تم اتهامها بإحرازها جوهر الحشيش المخدر، ولكن كان بقصد التعاطي. كانت النيابة العامة في 21 ديسمبر عام 2022 أحالت الفنانة منة شلبي للمحاكمة الجنائية لمعاقبتها عما أسند إليها من إحرازها مخدر الحشيش بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونيا. وفي اليوم التالي حددت محكمة الاستئناف جلسة الخميس اللي هي النهاردة 5 يناير لبدء أولى جلسات محاكمتها، وتم الحكم عليها بسنة وكمان يعني 10,000 جنيه غرامة. وده كان قرار المحكمة. وكانت ذكرت النيابة العامة أن قائمة أدلة الثبوت بتتضمن شهادة 5 شهود على الواقعة، وما توصلت إليه تحريات الشرطة، وما ثبت بتسجيلات كاميرات المراقبة بمحل ضبطها بمطار القاهرة الدولي، إلى جانب ما أثر عنه فحص المعمل الكيماوي للمضبوطات اللي تم العثور عليها بحوزتها. وأشارت النيابة العامة إلى أنها كانت قد استكملت تحقيقاتها بعد ضبط الفنانة منة شلبي بالاستماع لشهادة 5 من العاملين بمطار القاهرة الدولي، واللي يعني كان منها انه تم فحص حقائب المتهمة بجهاز الأشعة أثناء إنهائها الإجراءات الجمركية. ظهر خلاله وجود كثافات عضوية بداخلها، فتم تفتيشها على نحو أسفر عن العثور على مواد مخدرة بالحقائب. وتم إلقاء القبض على الفنانة المتهمة منة شلبي، وتم ضبط بحوزتها مخدرات. وتم اليوم الحكم على الفنانة منة شلبي بسنة وبغرامة 10,000 جنيه.